الحلقة دي لكل واحد بيقول أنا لسه صغير وما يجيليش انزلاق غضروفي. مش كل تشخيص وجع في العمود الفقري انزلاق غضروفي. قبل الانزلاق الغضروفي ده في حاجات كتير. ليه العيان ما يجيش لحضرتك من الأول جاهز بالإشاعة بالتحاليل؟ يعني انا محتاج اشعاعات، انا لا احدد لك بالظبط ايه نوع الاشعه اللي انت تعملها، هي اشعه عاديه ولا اشعه مقطعيه ولا رنين ولا عايزك تعمل اختبار هشاشه ولا عايزك في انواع كتيره جدا. الناس برضو بتدخل على شات جي بي تي ويقول له أنا عندي إحساس بكذا كذا كذا كذا، فيقول له أنت عندك كذا 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 ويفضل تستشير الدكتور، فيروح سأله السؤال اللي بعديه طب آخد أدوية إيه؟ يقول له هو فضل تستشير الدكتور بس ممكن تاخد أدوية كذا كذا كذا. المعلومه الغير كامله بتضر اكتر كتير جدا من عدم الفهم. يعني لو انتش عارف خالص احسن من انك تاخد المعلومه ناقصه. ده صاحبه بيقول له والله ده انا كنت رحت للدكتور وزي الفل وما بيعملش ما بيعملش عمليات. كلمة غريبة، دكتور ما بيعملش عمليات. هو هيمشيك على علاج وهتبقى زي الفل وبتاع. طقطقة ظهر، صح ولا غلط؟ عشان الايام دي الاول كنا بنتكلم مع ناس مش بروفيشنال او مش دكاتره او حتى مش علاج طبيعي، نقول ما ينفعش حد مش دكتور يطلع يطقطق للناس على الفيسبوك والكلام ده. ايه رايك في الموضوع ده؟ تمام، الإجابة وصلت.